مفهوم الفشل بيختلف من شخص لشخص. ممكن الفشل بالنسبه لك فشل دراسي، فشل وظيفي، عدم حصولك على المال اللي انت كنت محدده، ايا كان مفهوم الفشل بالنسبه لك. فالنهارده ان شاء الله هشارك معاك ايه الحاجات اللي خلتني فاشل في فتره من الفترات وان انا ما احققش الاهداف اللي انا كنت محددها. فيلا بينا نبدا. اول حاجه وهي جلد الذات المبالغ فيه. انا شخص دايما بيجلد ذاته، ودايما بيركز ان الحاجه اللي بيعملها تكون قريبه جدا من البيرفكت او الحاجه الكامله جدا. دايما بركز على الاخطاء او على العيوب اللي موجوده في المنتج اللي انا بعمله. عمري ما ركزت على النتائج الايجابيه في الموضوع. دايما بركز على ال10% العيوب بغض النظر عن ال90% ايجابيات من الموضوع. ودايما ده كان بيوقفني كتير على ان انا بنتج او ان انا اعمل حاجات كتير. ولحد دلوقتي يعني يمكن كنت متوقف الفتره اللي فاتت لان الى حد ما كنت بحاول ان انا اكون بيرفكت في الحاجه اللي انا بعملها. ولكن مع البحث في الموضوع ومع نصايح بعض الناس لقيت ان اكشوالي عشان توصل للنتيجه البيرفكت او اللي هي من وجهه نظر البيرفكت اللي بالمناسبه انت عمرك ما توصل لها، عشان توصل ل 20% من النتائج لازم تبذل 80% من المجهود. وبالتالي الحاجه اللي انت هتعملها برضو مش هتكون بيرفكت زي ما انت ما كنت متوقعها. مؤخرا ابتديت ان انا اعدل من الحاجات ديت، وبدأت ان انا ابص للمحتوى والحاجه اللي انا بعملها من وجهه نظر ثانيه مختلفه. ببص على المجهود اللي انا بذلته في الموضوع ده وقد ايه التعب بتاع الكتابه وبتاع المونتاج وبتاع التصوير عشان اوصل للحاجه اللي انت بتشوفها ديت. واكشولي ممكن الفيديو الطويل العريض ده انت تستفاد منه معلومه، المعلومه ديت تغير حياتك بشكل ما. هو ده اللي انا بحاول اعمله، بعمل فيديوهات عشان اغير في المجتمع اللي حواليا. فبقيت شخص بيركز شويه على النتائج الايجابيه اللي انا بعملها. مفيش حد بيوصل للحاله البيرفكت. تاني نقطه وهي المقارنه. احنا في عالم تسوده السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا دايما بتزرع فيك حب المقارنه، انك انت تقارن نفسك بالناس اللي حواليك، تقارن نفسك بصاحبك اللي خطب، بصاحبك اللي اتجوز، بصاحبك اللي اتخرج، بصاحبك اللي جاب معدات بالشيء الفلاني، بصاحبك اللي عنده فولورز، بصاحبك اللي عنده معرفش ايه والكلام اللي احنا بنشوفه ده كله. فدايما انت عمال داخل سباق في مقارنات مع غيرك. في مقوله كانوا بيقولوها دايما اللي هي لا تقارن نفسك او لا تقارن النتيجه اللي انت عليها دلوقتي بموسم حصاد الاخرين. اكشولي الراجل اللي انت شايفه جايب معدات بالشيء الفلاني وعنده متابعين، هو ده بذل مجهود كبير قوي عشان يوصل للنتيجه ديت، وهو ده وقت الحصاد بتاعه. فهو بيشارك الجزء ده اللي هو الناجح من حياته، ولكن انت ما شفتش ورا الكواليس والسنين اللي قضاها والمجهود اللي بذله طول السنين اللي فاتت عشان يوصل للنتيجه ديت. اللي انت شايفه ده هو الجزء الناجح بس بعد ما وصل، ولكن الرحله الطويله اللي وصلته للحته ديت انت ما شفتهاش. رحله التزامه بشكل مستمر ان هو ينزل محتوى، رحله ان هو قعد يستثمر فلوس كتير قوي في معدات، رحله التحديات اللي قابلته، وكل الحاجات ديت انت ما شفتهاش. ما تقارنش نفسك بغيرك، ما تقارنش نفسك بموسم حصاد الاخرين. انت اكشوالي لسه بتبدا، لسه بتعافر. ما تحطش نفسك في مقارنه مع غيرك، قارن نفسك بنفسك قبل كده. انت لما تشوف الحاجات اللي انت عملتها من سنه هتلاقي نفسك اختلفت تماما. يعني انا دلوقتي بشوف البوستات اللي انا كتبتها والفيديوهات اللي انا عملتها، لا انا شايف دلوقتي التطور في المايند سيت والعقليه وطريقه التفكير وحاجات كتير او اتغيرت عن 3 سنين فاتوا قبل كده. انت كل يوم بتتغير عن اليوم اللي قبله. فقارن نفسك بنفسك قبل كده، ما تقارنش نفسك بحد تاني وصل لنجاح معين وانت لسه ما وصلتلوش. انت لسه اكشوال في البدايه، ركز على الطريق بتاعك وهتوصل ان شاء الله في يوم من الايام. بكل بساطه ما تقارنش. لو السوشيال ميديا هي مصدر للجلد الذات وانك انت بتقارن نفسك بغيرك، افصلها خالص وحاول انك انت بقى تستثمر في تعلمك. حاول انك انت تتعلم من المنصات الخاصه بالتعلم، سواء من كتاب، سواء من فيديو، سواء بقى من يوتيوب، كورسات، ايا كان. حاول انك انت تبعد عن السوشيال ميديا، عن الانستجرام وفيسبوك والكلام اللي هو فيه الحاجات اللي هم الناس البلوجرز والفلوجرز والناس اللي هم حياتهم جدا روشه دي. ثالث حاجه وهي ان انا كان عندي قناعه ان انا شخص فاشل. دايما كل التجارب اللي انا كنت بمشي بيها او كنت بخوض فيها امشي شويه واوقف، وده لان الغايه بتاعتي ما كانتش واضحه بالنسبه لي. ده بيخليني امشي في طرق ما هياش بتاعتي، وبالتالي كل ما امشي حماسي يقل، قله التزامي يقل، وبالتالي ارجع تاني واوقف وامشي شويه واوقف، امشي شويه واوقف، امشي شويه واوقف، وفي نهايه المطاف ما بوصلش النتيجه. ده دايما كان بيغرس جوايا او بيعزز جوايا من ان انا شخص فاشل، ان انا مش هقدر اوصل، ان انا ما اقدرش اوصل لنتائج كويسه، ان انا ما اقدرش احقق الحاجه ديت. انا ما كانتش الغايه بالنسبه لي واضحه، كنت بمشي في طرق ما هياش بتاعتي، وبالتالي ما كانش بيكون في العزم اللي انا اقدر امشي بيه. ولكن الحمد لله دلوقتي لحد ما اكتشفت الغايه بتاعتي او الهدف بتاعي، وبالتالي على اساسها ببذل مجهود اكبر والتزامي بيكون اشد. وقت الانتخاب، وقت التسويق، بقوم وببذل مجهود وبعمل اللي المفروض اعمله. لما اوصل للنتائج بيكون عندي مرجعيات ان انا اقدر انتج حاجه، او ان انا اكون شخص منتج، او ان انا اكون شخص مش فاشل. دايما العقائد او القناعات
الحاجات اللي جواك حاول انك انت تهزها، وتهزها من خلال التجارب، انك انت تعرضها كتير لتجارب كتير، عشان مع الوقت هتلاقي انك انت لا ده انت مش شخص فاشل ولا حاجه، بس انت كنت ماشي في طريق غلط، كنت واخد السبل او الوسائل اللي مش مناسبه للموضوع، استسلمت بسرعه. حاجات من الحاجات ديت هي اللي بتوقفك. فاكسر القناعه بتاع انك انت شخص فاشل، حاول انك انت تبني مرجعيات صغيره بسيطه وتعتمد عليها في رؤيتك ومنظورك لنفسك الشخصي. دايما احترامك لنفسك وانك انت تكون مقدر ذاتك بينعكس على انتاجك وعلى انجازاتك. لو انت شخص شايف نفسك شخص فاشل، كل الحاجات اللي قصادك هتحاول انك انت تخليها تثبت لك انك انت شخص فاشل. رابع حاجه وهي قله ثقتي بنفسي. زي ما قلنا قناعتي ان انا شخص فاشل دايما خليني اجلد ذاتي، وبالتالي ثقتي بنفسي تقل لما باخد تجارب معينه وبفشل فيها. ثقتي بنفسي ما كانتش قويه، ولحد دلوقتي لسه بعاني من الموضوع ده، ولكن دلوقتي مع خوضاني لتجارب كتيره الموضوع ده بقى بيختلف تماما تماما تماما. ثقتك بنفسك هتزيد لما تاخد تجارب او تاخد نجاحات بسيطه جدا تعزز من انك انت شخص ناجح، وبالتالي جلدك لذاتك يقل، وبالتالي ثقتك بنفسك تزيد. النقطه برضو في قله ثقتي بنفسي وهي ان ثقتي بنفسي ديت مش وليده الفتره بتاعت الشباب من اول ما اتولدت، فقله ثقتي بنفسي ديت نابعه من زمان جدا جدا جدا. الحاجه ديت ثبتت جوايا كده وبقت عقيده راسخه جوايا ان انا خلاص. ما ايلون ماسك اللي خلاه يوصل لان هو قاعد يحاول كتير هو ثقته بنفسه ان هو شخص هينجح في نهايه المطاف. فقله ثقتك بنفسك ديت مصدرها ممكن يكون نابع من الطفوله بسبب التجارب اللي انت خضتها وانت من خلالها بنيت قناعه معينه، فخلاص على كده بقت حاجه ثابته وراسخه. واكشن ممكن نعمل فيديو عن الثقه بنفسك، ممكن انت تبحث عن الموضوع، فلو حاولت وفشلت قوم وجرب مره ثانيه وثالثه، يمكن واحده من المحاولات ديت تنجح. يعني اكشن توماس اديسون نجح في المحاوله 1999 مره وفشل، ولكن في المحاوله 1000 نجح وقدر يوصل. في مقوله قراتها في كتاب انتون روبنز بتاع ايقظ قواك الخفيه كان بيقول تجارب الفاشله هي ما كونت ما لدي من مفاهيم التي اوصلتني للنجاح الذي انا عليه حاليا. كل الاحباطات والفشلات اللي كانت بتحصل له هي اللي اديته المفاهيم اللي معاه دلوقتي اللي قادره ان هي تحركه لان هو يكون شخص ناجح. النقطه الخامسه وهي استهلاك المحتوى. استهلاك المحتوى بيسبب لك تشتت كبير قوي، بيسبب لك تراكم معرفه وبالاحساس بالضغط الشديد جدا نتيجه تراكم المعرفه ديت كلها. مش بس المحتوى المفيد، لا انت بتستهلك محتوى كمان محتوى ترفيهي، محتوى انتاجيه، محتوى سيلف هيلب، محتوى ديني. كل المحتوى ده كان بيشكل ضغط عليا شديد قوي، وبالتالي ما كنتش بنتج. دايما كنت بركز على ان انا اكتسب معرفه ولكن ما اعملش منتج. كثره استهلاك المعرفه بدون ممارسه وتطبيق مش هتخليك توصل لنتيجه. اكشن انا في اوقات كتير كنت افكر عشان اتعلم بريمير واتعلم فوتوشوب والكلام ده لازم اجمع كورسات كتير قوي، واكشن اتعلمت كورسات كتير، ولكن لما جيت طبقت نسيت كل اللي انا اتعلمته وابتديت ان انا اخد فيديو براحتي وامارس عليه. فاللي فرق معايا هو ان انا مارست الحاجه اللي انا بتعلمها. كل ما انت بتمارس الحاجه اللي انت بتتعلمها كل ما هتكون حاضره في ذهنك وبالتالي تقدر تستخدمها. ولكن تراكم المعرفه عمره ما يخليك شخص منتج. وانا هنا مش بزهد في المعرفه ومش بقول لك انك انت ما تتعلمش، ولكن حاول ان استهلاكك يكون بقدر محدود وانك انت تنتج في نفس الوقت وانك انت تستخدم المعلومات ديت. الفراغ هو اكبر عدو ليك في الانتاجيه او في موضوع استهلاك المحتوى. طول ما انت بيكون عندك فراغ كبير قوي دايما بتركز على انك انت تستهلك على طول. ناس كتير قوي بيكونوا قاعدين هو حياتهم كلها سوشيال ميديا، عندهم وقت فراغ قوي، يرجعوا من الشغل ما فيش اي حاجه يعملوها تاني، يجوا بقى ان هم يشوفوا ريلز على فيسبوك، يشوفوا ريلز على انستجرام، يشوفوا ريلز على تيك توك وهكذا، وكل وقتهم بيضيع في كده. ولكن لو انت شخص حاولت انك انت تركز ان الوقت الضايع ده يكون في الانتاجيه وانك انت تنتج منتج معين، حياتك هتختلف تماما تماما تماما. في حديث شريف بيقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. فالحل لو انت عايز تكتسب مهاره معينه او انك انت تاخد الاساسيات بتاع اي موضوع انت عايز تتعلمه وبس، انك انت تمارس الحاجات الاساسيات ديت وتشتغل عليها وتعمل بروجكتات كتير، والموضوع هيكون فرق شاسع تماما. النقطه السادسه وهي البعد عن ربنا. في ايه كريمه بتقول من اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. انا حياتي كانت حرفيا في ضنك. في فتره من الفترات مقصر جدا في الجانب الديني، سواء بقى من الصلاه، سواء من التعلم الشرعي او العلم الشرعي، حاجات كتير قوي. بشكل ما الحاجه اللي بتكون مفتقده لربنا في الموضوع عمرك ما بتوصل، ما بتقدر
توصل لنتيجة كويسة ونتيجة ترضيك. دايما خلي ربنا في المقام الاول، وبعد كده اي حاجة دنيوية تاني. انت اصلا الغرض منه هنا هو انك انت تجمع حسنات عشان توصل للدار الاخرة. فخليك ذكي وما تخليش الحياة تسحلك. ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، يعني هي الحياة كلها متاع. حاول انك انت تحوش حسنات اللي هتوديك للدار الاخرة اللي هي النعيم المقيم والجنة والحاجات الحلوة دي كلها. واكشلي نقطة من النقط اللي كانت بتفرق معايا جدا 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 في مستوى سعادتي او مستوى ان انا اقرب من ربنا اكتر، وهي ان انا كنت بزور القبور. بروح هناك انا بتخيل نفسي مع الناس دول. لما بتخيل نفسي او اتخيل اليوم اللي انا هكون فيه هنا، او اتخيل ان انا ممكن وانا راجع اصلا اكشلي ما اتوفى، هل انت مستعد فعلا؟ ما اكونش مستعد تماما ومش مستعد خالص. ده دايما بيشجعني ان انا لا ارجع او اتعظ وان انا اصلي وان انا التزم واعمل كل الحاجات الحلوه دي. لو انت شخص بعيد عن ربنا حاول انك انت تزور القبور. ويمكن العاده ديت ما عادتش موجوده، ولما بقت موجوده دلوقتي بقت شويه بقت ترفيه، وللاسف ده وضع وصلنا له في الواقع الحالي، ان احنا بنروح المقابر كبس اللي هو قلوبنا تحجرت بسبب كثره الوفاه، وان في شباب كتير بتتوفى واولاد كتير صغيره بتتوفى وناس كبيره في السن بتتوفى. فمشوار اننا بنروحه كتير تعودنا. حاول انك انت تروح هناك وفعلا تستشعر اللحظه وتعيش اللحظه اللي انت هتتحط فيها. بكل تاكيد هترجع تاني وهتلتزم ان شاء الله. يعني النقطه السابعه وهي الاوفر ثينكينج. الفراغ كان بيخليني افكر كتير، دايما اقعد اتخيل المواضيع واقعد ابني توقعات خرافيه، والتوقعات دي للاسف انا بنصدم لما اجي بمر بالتجربه نفسها، بلاقي الموضوع مختلف تماما، وان عكس اللي انا كنت بتخيله هو اللي بيحصل. مش دايما بفكر في حاجات سلبيه، يعني انا بفكر في حاجات ممكن تكون ايجابيه، مثلا زي افكار فيديوهات، افكار حاجات مشاريع انا هعملها بعد كده، حاجات هشتريها، عادات هلتزم بيها، مهارات هبنيها، الحاجات ديت كلها. ولكن اللي اكتشفته ان الاوفر ثينكينج ده ما بيعملش اي حاجه، وان مهما كانت ترتيباتك كل خططك لو ما اشتغلتش عليها وطبقتها وانك انت ابتديت تعمل حاجه في ارض الواقع مش هتعمل حاجه. تفكيرك ده كله حرفيا ولا ليه اي 60 لازمه. دايما هتفضل تخطط وتفضل تفكر، ولكن دايما خطط ربنا بتكون عكس ما احنا متوقعين تماما. اوقات كتير طبعا ما تفكرش كتير، do something، اعمل اي شيء حتى لو حاجه وحشه جدا. ما تفكرش كتير، ما تتركش نفسك للفراغ وانك انت تخش في دوامه الاحباط والياس والحاجات ديت كلها، لان الدماغ فعلا بتسحلك. ويمكن قرات ان الدماغ دايما بتتوقع الحاجات الصعبه قوي، ودايما بتزود من الالام. يعني لو في ألم صغير بتحاول تضخم الألم ده بكتر التفكير فيه. كل ما انت بتفكر في الحاجه كل ما انت بتكبرها قوي، وبالتالي الحاجه دي بتملى حياتك كلها وتملى تفكيرك، بتخليك تبعد تماما عن حاجات كتير كويسه والنعم اللي انت فيها. النقطه الثامنه وهي عدم الالتزام. انا شخص زي ما قلت ان انا بحاول او بمر بتجارب كتير، بحاول ان انا اطور من حياتي بشكل مستمر، اتعلم حاجات واتعلم مهارات وابني عادات وحاجات كتير قوي حلوه انا بحاول ان انا اعملها. ولكن دايما كنت بمشي واوقف، امشي واوقف، وللاسف الحاجات ديت ما كانتش بتخليني اوصل لنتيجه كويسه او اوصل للنتيجه اللي انا عايزها. كتر المحاولات ديت زي ما قلنا قبل كده ان هي بتخليني حاسس بالفشل بشكل ما، وان انا ما اوصلش لنتيجه كويسه. دايما ابني انضباط الذاتي على الحاجه اللي انت بتعملها. شوف حاجه واحده بس وركز عليها، حدد هدف معين وابدا اشتغل عليه. شوف كل السبل اللي تقدر توصلك للهدف ده. واكشولي الحاجه اللي هتفرق معاك جدا جدا في مستوى الانضباط الذاتي ده هي وجود هدف او غايه. لازم يكون لك هدف ونابع من جواك جدا، مش هدف عام اي حد محدده لك، لا، حدد الهدف اللي انت عايزه فعلا، ودايما ده هيكون الدافع ليك. الهدف بتاعي هو الدافع ليا ان انا اصور الفيديو ده انا قبل كنت نايم ونعسان ومجهد قوي ومفيش طاقه خالص وعايز انام، ولكن دلوقتي اعتقد ان انا بقيت شويه نشيط وفعال، واهو ادينا بصور الفيديو دلوقتي. فابني عاده الالتزام والتزم عليها. ويمكن الالتزام ده يمكن عاده من العادات اللي لازم تلتزم عليها. انك انت تلتزم ديت حاجه جدا مهمه في اي حاجه عامه تلتزم فيه. عاده انت شغال عليها، مهاره انت عايز تبنيها، طريق انت ماشي فيه، انتاج محتوى معين انت بتنتجه وتلتزم فيه، التطوير المستمر. فدايما ابني عاده الالتزام ديت. يعني كده حل من الحلول للاوفر ثينكينج هو انك انت تركز على اللحظه الحاليه. فكك من احزان الماضي واوهام المستقبل، وركز على اللحظه اللي انت فيها. اللحظه دي هي اللي انت هتقدر تغير فيها، بينما تفكيرك في حاجه ضاعت او حاجه لسه هتيجي في المستقبل دايما ده بيكون اوهام. اتعلم من التجارب السابقه ولكن ما تركزش عليها او ما تفكرش فيها كتير. ركز بس على اللحظه اللي انت فيها، اللي انت تقدر تاخد فيها اكشن وتعمل فيها تاثير حقيقي. الحل
تاني وهي انك انت تفكر وتخطط، ولكن بالحد او القدر المناسب. الحاجه التاسعه وهي القرارات الخاطئه. كنت لما اشوف فيديو معين اديني باور ان انا اتغير وشويه واخد قرار ان انا خلاص هبدا في الحاجه ديت، ومجرد ان انا ابدا اواجه اول مشكله الطريق ده مش بتاعي ارجع تاني. ارجع، ما تمشيش في الطريق ده، شوف طريق تاني. تشوف فيديو يحمسك تاخد خطوه توقف ترجع تاني، ما تعملش اي حاجه. شويه تمشي في الانجليزي، شويه تمشي في بناء عاده زي غسيل الاسنان، شويه تمشي في الرياضه، شويه تمشي في الدراسه وانك انت تتعلم علم شرعي، شويه تتعلم ما اعرفش ايه، هكذا. كل الحاجات ديت هي قرارات خاطئه معتمده على الحماس، الطاقه اللي انت بتاخدها في وقت انك انت بتتفرج على الفيديو. يعني افتكر ان انا قرات الكتاب بتاع صيد الخاطر لابن جوزي، كان بيقول ان احنا دايما بنسمع الخطبه من هنا عندنا حماس للتغيير وبتاع، ولكن بمجرد ان احنا نبتعد عن ارض المحاضره نفسها بنرجع تاني ما نعملش حاجه ونرجع لحياتنا العاديه خالص. ما تخليكاش الشخص المتسرع اللي بياخد قرارات عشوائيه غير مبنيه على انك انت قعدت مع نفسك وشفت الحاجه دي تهمك في ايه، وهل دي هتوصلك للهدف بتاعك ولا لا. ما تتسرعش في اخذان القرارات. حياتنا اللي بيشكلها هي القرارات، مستقبلك كله متوقف على قراراتك الحاليه. الحاجه العاشره واخر حاجه معانا وهي ان انا ما اشتغلتش بجد. في فتره من الفترات لما تعرف الهدف بتاعك وتعرف ايه الغايه بتاعتك بتلاقي نفسك بتشتغل بجد اكتر، بتلاقي نفسك حازم مع نفسك اكتر. دايما لما بيجي لك التسويف او المماطله دايما بتزق نفسك انك انت تاخد اكشن، ولكن قبل كده قبل وضوح الهدف والغايه والرؤيه بتاعتك بتلاقي نفسك اللي هو ما بتشتغلش بجد اكتر. واحيان كتير برضه حتى بعد ما تكتشف الهدف بتاعك ما بتبذلش مجهود كبير في مقابل الحاجه دي. كانوا قبل كده كان يجي يقول لك ايه، اتبع شغفك، اجري ورا الشغف او الحاجه اللي انت بتحبها. ولكن اكشلي بعد كده اكتشفت ان ناس كتير اتبعت شغفها وكانت بتسقط او ما كانتش بتكمل. لما اتبعوا شغفهم ما كانوش مستعدين ان هم يبذلوا مجهود في سبيل الشغف ده، لان الشغف بدون مجهود لا يساوي اي نتيجه. لازم اي حاجه بتحتاج مجهود ومجهود كبير جدا. انك انت تبني عاده الالتزام محتاج مجهود كبير قوي من مقاومه الذات ومقاومه الشهوات ومقاومه المغريات ومقاومه السوشيال ميديا. لازم تقاومها في سبيل الالتزام ده. لازم يكون في سهر وتعب انك انت تطبق يوم ويومين واثنين وثلاثه عشان توصل للنتيجه اللي انت عايزها. استعد انك انت تضحي وانك انت تبذل مجهود اكبر، لان حياتنا ديت ما هياش راحه. دايما الاستمتاع دايما بيكون في الرحله نفسها. وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو انت شايف ان في حاجات او في اسباب خلتك في فتره من الفترات انك انت فاشل، شاركها معانا في التعليقات لعل حد يستفيد منها وانا استفيد منها برضه. نشوفكم في حلقه جايه. سلام.